السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير يا رب. كيف العاده جيتكم عاوتاني بالجديد، تطبيق لربح المال اللي سحبت منه تقريبا 8 ديال المرات او 9 مرات على ما اظن. وفي كل مره سحبت منه 10 دولار اللي هي الحد الادنى للسحب. وهذا الشيء اللي عجبني في التطبيق هذا، كيمكنك انك تسحب فقط بوصولك ل10 دولار، على العكس من بعض التطبيقات اللي كتشترط عليك الوصول الى 20 دولار او 30 دولار. لكن هذا التطبيق هذا فيه الحد الادنى للسحب هو 10 دولار. بالنسبه للتطبيق غادي نخلي لكم الرابط ديالو تحت الفيديو، وكذلك غنخلي لكم الرابط في اول تعليق. غتضغطوا على الرابط ومن بعد غيديكم للتطبيق مباشره. غادي تحملوا التطبيق عندكم من بلاي ستور، غتنزلوه في التليفون ديالكم، ومن بعد ما كتحملوه غيطلبوا منكم تختاروا طريقة التسجيل، واش التسجيل عن طريق فيسبوك ام التسجيل عن طريق الجيميل. انا دائما فاش كنسجل في شي تطبيق لاول مره كنختار الطريقه السهله اللي هي التسجيل عن طريق الجيميل، لانها سهله، ما كيطلبوا منك تدخلي لا معلومات لا والو، صافي كتختاري الجيميل، جيميل من احد الجيميلات الموجوده عندك في التليفون. انا عندي العديد من الجيميلات، كنختار واحد منهم صافي كنسجل. من بعد ما كتسجلي كتطلع لك هذه الواجهه هذه على هذا الشكل. التطبيق عباره عن مجموعه من الالعاب، مجموعه من المهام ومن الالعاب. فيه هاد العجله هذه اللي تحت سبين وفيه هاد اللعب هادو، وفيه هنا مسابقات، وهنا فيه عروض. لكن انا اول حاجه غندير هي غنثبت لكم السحب ديالي من هاد التطبيق هذا. غنثبت لكم السحب ديالي، ها هو البنات. غنمشيو للويدراو. اذا هذا هو الويدراو ديالي. شوفوا البنات شحال ديال السحوبات اللي سحبت من هذا التطبيق. تقريبا 1 2 3 تقريبا 9 مرات. 10 دولار 10 دولار 10 دولار. هذا هو الحد الأدنى للسحب، يعني فاش كتوصلوا ل10 دولار يمكن لكم تسحبوا الفلوس ديالكم. هادشي اللي عجبني في هذا التطبيق، على العكس من بعد التطبيقات اللي كيعطوك شرط 20 دولار أو 30 دولار كحد أدنى للسحب. اذا كانت هذه هي السحوبات ديالي اللي سحبت من هذا التطبيق هذا. دابا البنات غادي نوريكم طريقه الاشتغال في هذا التطبيق. لكن قبل ما نوريكم طريقه الاشتغال، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه اشتركوا في القناه بالضغط على اشتراك، نتوما ما خاسرين والو. اشتركوا ودعمونا، لاننا دائما كنجيبوا لكم الجديد وكنتعذبوا باش كنقادوا لكم هذا الفيديو هذا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس بالضغط على الكل باش تتوصلوا باي جديد، لانني مازال غادي نشارك معكم بزاف ديال التطبيقات اللي انا خدامه فيهم حاليا ان شاء الله باذن الله. وبلا ما نطول عليكم غنخليكم مع طريقه الاشتغال في هذا التطبيق. اذا هذه هي الواجهه اللي كتطلع لكم البنات من بعد ما كتحملوا التطبيق وكتسجلوا فيه عن طريق الجيميل. هنا في الوسط، هنا في الوسط البنات عندنا مجموعه من اللعب اللي كتلعبوها اون لايف، يعني مباشره كتلعبوها مع شخص اخر. هي لعب اللي سهله بزاف، ما فيهاش شي صعوبه. هنا عندي العاب لايف، وهنا عندي العاب اخرى، مجموعه من الالعاب، وهاد الالعاب سهله. هاد اللعبه الاولى اسهل لعبه بالنسبه لي انا. بالنسبه للطريقه ديالها انا غنوريكم كيفاش تلعبوا فيها. هنا عندي مجموعه من المكعبات، غادي نضربوا كل مكعب مع اللون ديالو. هنا الموف غادي نضربوا مع الموف، هنا الاخضر ما كاينش غادي نحطها في داك القنت. هنا غنضرب هاد الموف، هنا البرتقالي مع البرتقالي، البنفسجي. هنا البرتقالي ما كاينش، غنتسنى حتى يجي اللون ديالو. ها هو هنا الاخضر، هنا
اللون الشيبي، هنا البرتقالي، البنفسجي. اللعبه سهله بزاف. هنا عندي قنبله، عطاوني واحد القنبله، فاش كيكثروا عليا هاد المكعبات كنتيري بهاد القنبله وكيمشيو كاملين. اذا هذه هي اللعبه. فاش كتساليو من هاد اللعبه اولا قبل ما كتساليو كيعطيوكم واحد تيكيت كتزاد لكم، عباره عن كنقاط، ولكن هاد التطبيق هذا كيعطيوك تيكيت. اذا هذه هي الطريقه ديال هاد اللعبه. هذه راه سهله بزاف، مكاينش اللي ما يعرفش يلعب هاد اللعبه هذه. كانت هذه الطريقه. دابا ما غاديش نكملها البنات، غادي نخرج نوريكم لعبه اخرى. هاد اللعبه كذلك ديال الكاراتي. خسرت، غادي نوريكم الطريقه. خاص هاد الرجل يكون في هاد القنت هذا اللي ما فيهش شنو سميتهم، الغصن اولا. هنا كيقولوا لي واش الا بغيتي تكملي اللعبه واش تفرجي في فيديو باش تكمليها اولا تعاودي من الاول. انا غادي ما بغيتش نتفرج فيه. غنضغط على كلوز وندير بلاي. خصني نقسم هاد الشجره. هذه هي الطريقه ديال اللعب. خصني دابا نتحول هنا. دابا غنتحول هنا. اذا هذه هي الطريقه ديال هذه اللعبه البنات. دابا غادي ندوز باش نوريكم لعبه ثانيه. راهم ساهلين بزاف. هاد اللعبه هذه عباره عن واحد الكره، كتكون انت هي الكره البيضاء، وكيخصك تهربي من الكرات اللي في اللون الاحمر. هاد الاطار هذا كيخليني نمشي بشكل سريع. هاد الاطار اللي باللون الابيض خصني نتفادى هاد المربعات. خصني نمشي هنا بشكل سريع نهرب من هاد. خسرت. هنا كيعطيوك 42 تيكيت. باش تحصلي على هاد 42 تيكيت طالبين منك انك تفرجي في هاد الفيديو اللي هو قصير بزاف ما طويلش، اولا كديري كليم الا ما بغيتيش تفرجي فيه كتضغطي على كليم وكيعطيوك 42 تيكيت. ها هما عطاوها ليا بالدوبل. كانت هذه هي اللعبه ديال هاد الكره. دابا غادي نوريكم لعبه اخرى. كاينه لعبه هاد الاسهم هادو. كندير بلاي. خصني نضرب في هاد القرص هذا ونوحل فيه هاد الاسهم هادو كاملين اللي باللون الاخضر. هنا عطيني بزاف ديال 1 2 3 4 5 6. هذه هي الطريقه ديال اللعبه. هنا خصكم تكونوا مركزين بزاف حيت عطاوكم 2 ديال الالوان والعجله كدور بزاف. كنضرب اللون الاخضر مع الاخضر. هنا عندي الشيبي، هنا عندي الاخضر، هنا 2 في الشيبي، هنا عندي الاخضر 2 في الاخضر مازال ليا 1 2. هنا مازال 2 في الشيبي. وهنا كملت هاد اللعبه هذه. وفاش كتكملوها كيعطيوكم لي تيكيت، اولا قبل ما كتكملوها كتحصلوا على لي تيكيت. وهاد الالعاب البنات راه ماشي ضروري انكم تربحوا فيهم اولا تلعبوهم بشكل صحيح. يكفي انكم غير تدخلوا تلعبوا صافي وتخرجوا كتحصلوا على لي تيكيت. 1 2 3 4 5. دابا هنا عاوتاني خصني نكون مركزه بزاف باش نربح في هاد المرحله هذه. انا ما غاديش نكمل لانها كتبغي التركيز. غادي نمشي نوريكم لعبه ثانيه. كاينه هاد اللعبه هذه ديال الباسكت حتى هي سهله بزاف. انا غنوريكم الطريقه البنات. شفتوا هاد السهم هذا اللي باللون الابيض خصو يكون هكذا، يكون قريب للشبكه باش الكره كتدخل ليا في وسط الشبكه على هاد الطريقه. برافو. خص هاد السهم هذا يكون اون فاس مع هاد الشبكه وقريب، ولكن ماشي قريب بزاف، شويه باش الكره
ما تبعدش بزاف. برافو. لا، هذه هي الطريقه ديال هاد اللعبه هذه. لاحظوا البنات، لاحظوا خاص هاد السهم يكون قريب ولكن ما قريبش بزاف. اذا كان قريب بزاف غتمشي الكره لهيه على هاد الشكل هذا باش الكره كتدخل. اذا كانت هذه هي الطريقه ديال هاد اللعبه هذه، غندوز لكم لعبه ثانيه. راه نتوما كتلعبوا نتوما كتحصلوا على لي تيكيت. غنكمل معكم اللعاب المتوفره في هذا التطبيق هذا، لانه بزاف اللي كيكونوا مبتدئين في التطبيق ما كيعرفوش طريقه الربح من هاد الالعاب هادو. كاينه لعبه اخرى اللي هي وريتكم هذه. كاينه هاد اللعبه هذه ديال هاد الكره هذه. المطلوب منك انك تمشي هاد الكره في اليسار واليمين هكا على هاد الشكل، وتحاول تجاوز هاد الاطارات باش ما تصطدمش معاهم. هي كتمشي سريعه لكن ما صعيبش بزاف، خاصها غير شويه ديال التركيز. شويه ديال التركيز وغادي تربحوا في هاد اللعبه هذه. انا وليت مدمنه على هاد الالعاب هادو لانه ما كنضيعش فيهم وقتي. بالعكس كنستافد منهم بزاف، لانني من خلال هاد التطبيق هذا سحبت بزاف ديال المرات منه. فهما لعب يعني مسليه وفي نفس الوقت كتربحي منهم. هنا عندي 63 تيكيت. المطلوب مني باش نحصل على هاد 63 تيكيت من خلال هاد اللعبه اللي لعبت دابا هو انني نتفرج في هاد الفيديو هذا. وإلا ما بغيتش نتفرج غنضغط على كليم. كيف شفتوا واخا انا ما تفرجت في الفيديو حصلت على 63 تيكيت. غادي كيطلبوا مني انني نكمل اللعبه، انا ما غنكملهاش. غادي نرجع اللعبه ثانيه باش نوريكم طريقه اللعب فيها. شوف هاد اللعبه كنظن انني شرحتها لكم. هادي شرحتها لكم. خص السهم يكون اون فاس مع هاد الشبكه باش الكره تدخل وسط الشبكه. هادي شرحتها لكم. كاينه هاد اللعبه هادي كذلك ديال هاد الاقراص. كنحط هاد الاقراص هنا والمطلوب مني انني نكمل سطورة. خص يكون كل سطر فيه يكون كله مملوء بهاد الاقراص هادي باش نربح في هاد اللعبة هادي. عندي هنا جوج ديال الاقراص. خصني نملأ هاد الفراغات كاملين اللي عندي هنا. عندي هنا فراغ. انا عمرت هاد جوج ديال سطورة وحصلت على النقاط. لعبة سهلة بزاف. كنملأ غير هاد الفراغات بهاد الاقراص اللي عندي. انا ملأت هاد السطر هذا وحصلت على النقاط. هذه هي طريقة الاشتغال في هاد التطبيق هذا وطريقة العمل في هاد حول لعب هاد اللعبة هذه. انا ما غاديش نكمل باش ما نطولش عليكم. غادي نخرج من هاد اللعبة ونشوف لعبة ثانية. هاد الالعاب كلها سهلة بزاف. عندي هاد اللعبة هذه غادي ندير بلاي. هاد اللعبة هي سهلة بزاف. المطلوب مني انني نحصل على مربع من لون واحد. غادي نملأ هذا المربع هنا.
اولا ماشي ضروري يكون لون واحد. فاش غنملأ مربع متكون من 9 مربعات صغيرة، هذيك الساعة غادي نكون توفقت في هذه اللعبة هذه. انا حصلت على النقاط، وكذلك هنا غادي نحصل على النقاط بملء هذه المربعات. خسرت في هذه اللعبة هذه، لكن واخا خسرت حصلت على 42 تيكيت. باش نحصل على 42 تيكيت خصني نتفرج في هذا الفيديو هذا بالضغط على الاطار اللي باللون الاصفر، لكن انا ما غنتفرجش فيه. ومع ذلك واخا ما تفرجت فيه فانا كنحصل على النقاط. هذا هو الفيديو اللي كان مطلوب انني نتفرج فيه. كندير تخطي. من بعد 3 ديال الثواني غادي نتخطى هذا الاعلان هذا. غادي نخرج من هذه اللعبة. اذا كانت هذه هي مجموع اللعب. كاينه كذلك هذه اللعبة هذه ديال الكرة اللي هي سهلة بزاف. المطلوب مني انني نضرب الكرة لهذا المكان هذا. خص يكون السهم مقابل مع الكرة. خصني نضرب هكا الكرة. غادي نخلي هذا القرص هذا تيدوز للجهة الاخرى وعاد غنضرب فيه بالكرة هكا. اللعبة سهلة بزاف. غنتسنى القرص يدوز للجهة الاخرى وغنضرب الكرة في وسط منه. اذا هذه هي الطريقة ديال هذه اللعبة هذه سهلة بزاف باش نجمع النقاط. ما غاديش نكملها، غنخرج باش ما نطولش عليكم الفيديو. كانت هذه هي لعب، وكاين بزاف ديال الالعاب اللي ساهلين بزاف. مع المده تعرفوا كيفاش تلعبوهم وكيفاش تربحوا منهم الدولار. وكاينه كذلك هاد اللعبه هذه اللي هي سبين. المطلوب منك انك تدوري هاد العجله هذه بالضغط على سبين، وفاش كتدور كتحصلي على لي تيكيت. انا غادي نضغط عليها. ها هي العجله كتدور. تزادت ليا هنا، تزادت ليا 0.505 دولار زادت في الحساب ديالي الفوق. وغادي نعاود ندور هاد السبين هادي. هنا حصلت على هاد الزائد 10 هادي. فاش كتعاودي تلعبي في هاد اللعبة هادي كتاخدي لي تيكيت مدوبلة، كتكوني قريبة من 10 دولار. انا ما غاديش نلعب حيت طالبين مني دابا باش نتفرج في هذا الفيديو عاد باش يمكن ليا نكمل. انا ما غاديش نطول عليكم. كاينه كذلك هاد الجهه هادي لتحت بريز. هاد الجهه هادي فيها مجموعه من المسابقات. كاينه هنا مسابقه عليها 100 دولار. المطلوب منك انك تشاهدي هاد الفيديوهات اللي عندي هنا ب8 اللي كاينين في هاد علامات استفهام، كلهم فيديوهات. مطلوب منك تشاهديهم باش تحصلي اولا باش تكوني من بين المستفيدين من هاد 100 دولار. وكاينه هنا مسابقه عليها 10 دولار. المطلوب منك انك تشاهدي هاد 8 ديال لي فيديو اللي كاينين في هاد علامات استفهام، كلهم فيديو. غتشاهديهم باش تكوني من المحظوظين للفوز ب10 دولار. والمده ديال هاد المسابقه هي ساعه و43 دقيقه. من بعد فاش غتسالي هاد الساعه و43 دقيقه غادي تحيد هاد المسابقه، وإلا ما شاركتيش فيها ما غتكونيش محظوظه وغتجي في بلاصتها مسابقه تانية. المسابقات في هاد البلاصه ما كينتهيوش. اذا كانت هذه هي طريقه العمل في هاد التطبيق هذا.
كنتمنى نكون افدتكم وتكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو هذا. وجربوه، نتوما ما خاسرين والو، جربوه وديك الساعه حكموا بانفسكم والله يوفق.